أهلا بيكم في قناة اكتشف مصر. هتكلم النهاردة عن حجر رشيد، وقبل ما أبدأ يا ريت تعملوا شير ولايك وتشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. اللايك مهم يا جماعة علشان دايما الفيديو يترفع ويتفرج عليه أكبر عدد. حجر رشيد من أشهر الأحجار الأثرية اللي تم اكتشافها في التاريخ. حصل بسبب حجر رشيد ضجة كبيرة جدا، وانتشرت بسببه الكثير من التساؤلات. ايه هو حجر رشيد؟ وكيف كان المفتاح لاكتشاف الحضارة المصرية القديمة؟ حجر رشيد عبارة عن رسالة من كهنة مدينة منف إلى الملك بطلميوس الخامس، حيث كانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم البطالمة. صدرت الرسالة المكتوبة للملك بطلميوس الخامس على حجر رشيد عام 196 قبل الميلاد. قام كهنة مدينة منف بشكر الملك بطلميوس الخامس على خدماته العريقة التي قدمها للشعب المصري، وكذلك الخدمات اللي قدمها الملك لكهنة معبد مدينة منف. كان الملك بطلميوس الخامس يحترم كهنة معبد منف ويحترم عامة الشعب. كان بيحترم المعتقدات الدينية المصرية، وحقق المساواة والعدل لكل أفراد الشعب المصري. حجر رشيد من البازلت الأسود. النص المكتوب على الحجر مكتوب ب3 كتابات. ال3 كتابات المكتوبة على حجر رشيد هي الخط الهيروغليفي، الخط الديموتيقي، الخط اليوناني القديم. السؤال دلوقتي، امتى تم اكتشاف حجر رشيد؟ تم اكتشاف حجر رشيد في 19 من يوليو عام 1799، أثناء أنا أقصد إما كانت الحملة الفرنسية في مصر، وفي سنة 1799 تم اكتشاف حجر رشيد. كان موجود في الوقت ده مجموعة من الجنود الفرنسيين، كانوا موجودين في أحد القلاع الموجودة في منطقة رشيد. لاحظ أحد الجنود الفرنسيين واسمه بوشارد، لاحظ حجر رشيد الأسود اللون مكتوب عليه لغات غريبة، وكان حجر رشيد ده موجود وسط حجارة خاصة بالبناء. وعندما أمسك الجندي الفرنسي بالحجر أدرك أنه حجر أثري. أبلغ بوشارد القيادة العسكرية بما وجد. أمر نابليون بونابرت بعمل نسخة من الحجر حتى يتمكن العلماء من اكتشاف الكتابات الموجودة عليه. بعد هزيمة حملة نابليون بونابرت في مصر تم عمل اتفاقية بين فرنسا وانجلترا تنص هذه الاتفاقية على خروج الفرنسيين من مصر، وتم بموجب الاتفاقية تسليم كل القطع الأثرية الموجودة لدى فرنسا
لإنجلترا، وتم كل اكتشافات المصرية من القطع الأثرية. وطبعا دلوقتي كل القطع الأثرية اللي اتخذت أيام الحملة الفرنسية واستولت عليها إنجلترا موجودة في المتحف البريطاني، خاصة حجر رشيد اللي بنتكلم عنه النهاردة. العالم البريطاني توماس يونغ هو أول من حاول فك رموز الكتابة الهيروغليفية. وفي عام 1815 اكتشف العالم توماس يونغ البريطاني الجنسية أنه يوجد على حجر رشيد أشكال بيضاوية الشكل ملونة اسمها خراطيش. هذه الخراطيش مكتوب بداخلها أسماء ملوك، واستطاع توماس يونغ أن يقرأ في الخرطوش اسم الملك بطلميوس، ولكن توماس يونغ توقف عن البحث لأنه وجد الكتابات على حجر رشيد غريبة وصعبة الفهم، يعني ما قدرش يفهم ايه المكتوب عليها، بس اكتشف لنا اسم الملك بطلميوس على خرطوش. وحصل جان فرانسوا شامبليون الفرنسي الجنسية على نسخة مقلدة من حجر رشيد، وتوصل من خلال هذه النسخة بأنه يوجد نص بالكتابة الهيروغليفية، وهذا النص مكتوب بالخط الهيروغليفي. طبعا مكتوب الأول بالخط الهيروغليفي فوق، وبعدين في النص في الخط الديموتيكي، وتحت الحجر من أسفل موجود بالخط اليوناني القديم. وكان شامبليون قادر على قراءة الكتابة اليونانية التي تعلمها وأحبها، وقارن شامبليون الكتابة اليونانية بالنص الهيروغليفي، ونجح بعد محاولات كثيرة على فك رموز حجر رشيد. هذا الحجر الذي يعتبر المفتاح لاكتشاف الحضارة المصرية القديمة. يوجد حجر رشيد في المتحف البريطاني في إنجلترا، ويوجد منه نسخة مقلدة في المتحف المصري بالقاهرة. ده اللي أنا كنت عايز أحكيه النهاردة. أتمنى أن يكون نال إعجابكم، وتشتركوا في القناة. هذا فضل وليس أمر أنكم تشتركوا في القناة، وكمان تعملوا لايك. اللايكات هي مهمة جدا يا جماعة، أرجوكم اعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان دايما توصل لكم الفيديوهات الجديدة. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. كان معاكم محمد مصطفى. سلام عليكم.